وانا قاعده بحتسي الكوفي بتاعي امبارح، وقاعد معايا ولاد صاحبتي اللي سابتهم عشان تنزل تعمل شوبينج، ولقيتهم فجأة واحدة فاتحين حفلة محمد رمضان اللي كانت بتتعرض في أمريكا. لا وكمان بياكلوا الكيكة اللي مامتهم كانت جايباها لي. وطبعا لفت نظري لبس محمد رمضان زي كل الناس اللي في مصر أو في الوطن العربي. وطبعا كالعادة الناس اتقسموا فريقين، فريق كان بيقول إن ده فن واستعراض، الفريق التاني بيقول دي أكنها بدلة رقص مسروقة من شنطة رقاصة. تعالى بقى انا اقولك هو محمد رمضان بيعمل ايه. بيطبق نظرية خطيرة جدا في مجال السوشيال ميديا اسمها سيلف بريزنتيشن ثيوري، وهي بكل بساطة ووضوح ان كل واحد فينا عايش حياته كأنه ممثل على المسرح. كل مرة ننزل بوست، نلبس لبس، نحضر حفلة، احنا بنعرض نسخة من نفسنا قدام الناس، وده اللي بنسميه سيلف بريزنتيشن ثيوري. يعني بالعربي كده ازاي اقدم نفسي قدام الناس عشان ياخدوا الانطباع اللي انا عايزه اقوله، علشان تبين للناس اهمية الرياضة وقد ايه هي مهمة في حياتك. مع انك اول ما بترجع البيت اول حاجة بتعملها بتفتح البلاتفورمز ومعاك برطمان النوتيلا والفرنش فرايز. بقى مشاهدي العزيز السيلف بريزنتيشن ثيوري، واللي محمد رمضان كان عايز يوصله ان هو مش فارق معاه اي انتقادات من الجمهور. فالسوشيال ميديا بقت مسرح كبير قوي، وكل واحد فينا بيختار اللي هو عايز يعرضه ويديه للناس. انت بقى بتقدم اي نسخة على الانترنت، النسخة اللي انت عايز الناس تشوفك بيها ولا نسختك الحقيقية؟ وما تنساش تاخد جولة في الصفحة، وإلى أن نلتقي، سلام.